أن كنت صبية فطرتي كانت سوية، قد تربيت ببيت مسلم بين البرية. منذ أن كنت صبية فطرتي كانت سوية، قد تربيت ببيت مسلم بين البرية. ومناي الحسن يبدو في المحيا كالبهية، وبالستر لجمالي بحجابي لا أذية. هكذا أوصى إلهي في وصاياه نبيه، وتعوذت بربي من مردات دنية. روم كيد روم مكر وتدابير خفية، لن يمسوا من حجابي إنني فيه الأبية. سورة الأحزاب تحكي آية الستر الجلية، كيف عماهم هواهم بئس والله المطية. بحجابي واحتشامي إنني أنثى قوية، أعشق الستر بصدق فيه أثوابي نقية. زهرة الدنيا زوال لكن الأخرى البقية، ديننا دوما علي ليس كالدنيا الدنية. منذ أن كنت صبية فطرتي كانت سوية، قد تربيت ببيت مسلم بين البرية. قد كبرت اليوم عمرا وحجابي لي هوية، وتميزت بطهري نعم والله المزية. قد كبرت اليوم عمرا وحجابي لي هوية، وتميزت بطهري نعم والله المزية. منذ أن كنت صبية فطرتي كانت سوية، قد تربيت ببيت مسلم بين البرية. منذ أن كنت صبية فطرتي كانت سوية، قد تربيت ببيت مسلم بين البرية. منذ أن كنت صبية فطرتي كانت سوية، قد تربيت ببيت مسلم بين البرية. منذ أن كنت صبية فطرتي كانت سوية، قد تربيت ببيت مسلم بين البرية. ومناي الحسن يبدو في المحيا كالبهية، وبالستر لجمالي بحجابي لا أذية. هكذا أوصى إلهي في وصاياه نبيه، وتعوذت بربي من مردات دنية. روم كيد روم مكر وتدابير خفية، لن يمسوا من حجابي إنني فيه الأبية. سورة الأحزاب تحكي آية الستر الجلية، كيف عماهم هواهم بئس والله المطية. بحجابي واحتشامي إنني أنثى قوية، أعشق الستر بصدق فيه أثوابي نقية. زهرة الدنيا زوال لكن الأخرى البقية، ديننا دوما علي ليس كالدنيا الدنية. منذ أن كنت صبية